وانا بتفرج على فيلم امريكي اسمه وندر. بغض النظر عن ان الفيلم فكرته تحفة، بس انا لفت انتباهي حاجة تانية خالص. تخيل ان الفيلم اتكررت فيه كلمة وود 35 مرة. انا عارف انها ملاحظة غريبة، بس ناس كتير ما تعرفش امتى بنقول وود. ومن هنا جات لي فكرة الفيديو وقررت اوقف الفيلم واقوم اصور الحلقة. يلا بينا. بيكون هدفي في كل حلقة ان اخلي لك الانجليزي ده اتفه من التفاهة، واثبت لك ان هو مش حاجة اصلا عشان يعمل لك عقدة، وخليك تتكلم بيه من غير ما تفكر زي العربي بالظبط. وخليك كمان لما تيجي تبص على قاعدة كانت عاملة لك عقدة في يوم من الايام، تبص على القاعدة كده وتقعد تضحك على نفسك. ازاي قاعدة بالهبل ده كانت معقداني سنين طويلة جدا من عمري، وكله بأمر الله طبعا. يلا بينا نبدأ حلقة النهارده. معاكم اسلام AKA سامكس في حلقة جديدة من انجليزي شوارع. Let's get started. يلا يا شباب بقى معايا تركيز بمنتهى البساطة ومن غير تعقيد. تخيل كده انك سافرت امريكا، دخلت مطعم وطلبت كيك حلو، فالشخص اللي بيديك الكيك فلاقيك خلصتها بسرعة فعايز يقول لك عايز تاني. فكر كده معايا، المفروض يقول لك ايه؟ المفروض يقول لك ايه بالانجليزي عشان يبقى معناها عايز تاني؟ فكر من غير ما تفكر. انا زانق الصينية من الصبح ووجع رجلي، المفروض ان الراجل ده يمسك الصينية كده ويقول لك Do you want more cakes؟ ده اللي انت فكرت فيه؟ Do you want more cakes؟ غلط، ما ينفعش يقول كده، لان دي الجمله دي تتقال في مطعم قطاطا مش في مكان نضيف زي ستاربكس والحاجات دي. ليه؟ لان دي معناها والقهواجي قهوه ساده، مش اسلوب محترم نهائيا. المفروض ان الاسلوب المحترم، لا نمسكها تاني، الاسلوب المحترم المفروض يقولوا would you like more cakes؟ would you like more cakes؟ would you like؟ شلنا اللي هي اسلوب شعبي ما ينفعش تتقال في مطعم نضيف وحطينا مكانها would you like. would you like بتستخدم في الطلب بشكل محترم. الطلب بشكل محترم، لما تيجي تطلب حاجه من حد بشكل محترم جدا would you like would you like وتكمل كلامك. او مثلا الناس اللي مش قريبين منك او شخص اول مره تشوفه في الشارع، فانت لما بتتكلم معاه باحترام وبحرص، فبتستخدم would في كلامك لانها اسلوب محترم. انما مع صحابك عيش بقى تقول له تتفح معايا do you want، قول اللي انت عايزه. انا ماسك دي ليه؟ يلا بينا على الافلام. What would you like? What would you like? What would you like? Would you like that? Would you like that? Would you like that? Would you like to see? Would you like to see? Would you dance? Would you dance? Would you run? Would you run? Would you cry? Would you cry? Would you tremble? Would you tremble? Would you laugh? Would you laugh? Would you help me? No. Would you help me? No. لو في واحدة أجنبية عايز تتعرف عليها وأنت اوريدي اتعرفت عليها في أيامكم الأولى، فعايز مثلا تقول لها تيجي تخرجي معايا، نروح السينما، جواز يا جماعة أنا بتكلم في الحلال، تروح السينما، أي حاجة، تعرض عليها أي حاجة ولسه في علاقتكم في البداية، ما تقولش Do you want to go to the cinema? هتقول لي أسلوب محترم ومش محترم. لا مش الفكرة. الفكرة هنا إن أنت المفروض تقول لها Would you like to go to the cinema? مش do you want. ليه؟ لأن أنت لو قلت do you want فالسؤال هنا صريح ومباشر، أنا رايح السينما تيجي معايا ولا لأ؟ لو أنت قلت would you like بقى كأنها اقتراح، والله بصي أنا قاعد أهو بفكر أروح السينما، فلو أنت رايحة نروح معاكي نسلي بعضنا، لو أنت مش رايحة مش هتفرق، أنا كده بفكر يعني. فخليت الموضوع عايم وخليت ردها عايم وخليت الموضوع كأنه اقتراح، إنما التانية خليت اللي هو سؤال مباشر يا يا لأ. وفي الحالة دي لو قالت لأ هيبقى شكلك وحش. ركزوا في التفاصيل دي لأن الحاجات دي عن تجربة. يلا بينا. Vienna. Would you like to come with me? Vienna. Would you like to come with me? Vienna. Would you like to come with me? Would you like to come in? Would you like to come in? Not today. I knew that. Not today. I knew that. Would you like to come inside with me? Would you like to come inside with me? It's a lot nicer in there than it is out here. It's a lot nicer in there than it is out here. What the قاعدة وود بتعلمنا نتكلم باحترام، فما يكون في موقف زي ده واحد بياكل بشكل مقرف جدا، مثلا يديك مثال would you mind stopping this sound please؟
هل تمانع في، بس مالكش دعوه باللي انا قلته، ده انفعال بس. would you mind، هل لا تمانع ان انت توقف الصوت المعفن اللي انت بتعمله ده؟ قرب مني شويه كده، لا مش قوي كده، زي الفل كده. الناس اللي عندها عقده من حته القواعد والاختيارات في الامتحانات وفي طريقه الكلام. بص، كلمه would لما تشوفها في حياتك كلها، اول ما تشوفها حط الفعل في المصدر، would بعدها الفعل في المصدر. يعني ايه في المصدر؟ مفيهوش اي اضافات. she would دي ولا دي ولا دي. sleep فعلا مفيهوش اي حاجه. she would دي ولا دي ولا دي. eat مفيهاش اي حاجه بدون اي اضافات. طيب مش انت لسه قايل لنا دلوقتي would you mind stopping؟ ليه حطيت ing هنا؟ هقول لك لان would you mind على بعضها صمها كده، على بعضها بتحط بعدها الفعل في ing. لو انت بص، انا عارف مود الامتحانات ان احنا بنحب نحفظ بعلامات كده. لو انت في الامتحان عشان ما تنساش ing في كلمه mind اعتبرها ing، يعني خليها تفكرك ان الجمله اللي بعدها لازم يكون فيها ing. would you mind eating؟ would you mind drinking؟ يلا بينا. Would you mind sharing? Coming up here? Staying over? Would you mind praying? Would you mind playing us? Would you mind talking? Would you mind saying? Would you mind setting up? Setting up? Would you mind squeezing? اثبت هنا، ما خدتش بالك ان كلمه would هي الفعل الماضي الويل؟ ايوه. طب المفروض ان انا اعمل ايه؟ انا دلوقتي رجعت طفل، حلو؟ بص، you know mom when I grow up I will be famous. الطفل ده بيقول هنا لما اكبر هكون مشهور. طيب بعد 20 سنه الطفل ده بقى شلحف زي حالتي. طيب المفروض هنا عايز اقول كنت زمان فاكر ان لما اكبر هبقى مشهور. هقولها ازاي؟ When I was a child I thought I would be famous. When I was a child I thought I would be famous. يعني مثلا واحد دلوقتي يقول لي هو انت لابس نص كم ليه؟ انت مش خايف لا يجيلك برد؟ ده في رعد وبرق ومطره والدنيا خربانه بره. I thought it would be sunny. افتكرت ان الدنيا هتكون شمس. I thought it would be sunny. اعتقاد بشأن المستقبل، اعتقدت حاجه في الماضي بشأن المستقبل. would بنستخدمها في الحالات دي. Thought it would help her. Thought it would help her. Thought it would help her. I thought it would upset you, so I was protecting. I thought it would upset you, so I was protecting. I thought it would upset you, so I was protecting. Yeah, some toy thought it would be a good. Yeah. Some toy thought it would be a good. Maybe it would be a good idea. Maybe it would be a good idea. Nothing like I thought it would be. Nothing like I thought it would be. Nothing like I thought it would be. It's harder than I thought it would be. It's harder than I thought it would be. It's harder than I thought it would be. ايه يا حبي؟ يلا جهز نفسك، عندنا ماتش بكره. عندنا ماتش بكره؟ طب مين هيجيب الكوره؟ لا ما تجيبش حاجه، احمد قال انه هيجيب الكوره خلاص. طب خلاص فل، على خيرة الله. اثبت هنا، احمد قال، احمد said. يلا will ولا would؟ المفروض هنا تقول would. ليه بقى؟ الحته بتاعتها هنا بتقول ان الكلام المنقول ما بين، شفت كده الفتانين اللي هم بيقعدوا يفتنوا بينقلوا الكلام، احمد قال كذا، ده محمود قال كذا، مش عارف ايه. اما بتيجي تنقل الكلام بين الناس بتقول هو قال لي كذا، he would. بترجع خطوه بالزمن لورا، he would. ما بتقولش he will انه هيجيب، لا he would bring. he would bring. خدت بالك bring فعلا ما فيهوش اضافات زي ما قلت لك. يلا بينا. Mr. Hashim said that would be a mistake. Mr. Hashim said that would be a mistake. Because we said that we would punish him. 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 You said that things would be different. 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 عليا النعمه ومراتي دي ست مفيش زيها. نكد وهم وغم يا اخي، ربنا ما يوريك، ربنا ما يوريك يا حفيظ يا رب. يا عم علينا لما كانك اسيبها، احنا هنعيش كام مره؟ في النصح، لو انا مكانك كنت عملت كذا. ودي طريقتنا المفضله كعرب، لازم نأنب ضمير بعض مش ننصح اصلا. لو انا مكانك عمري ما كنت اغلط الكلام ده، ولا عمري كنت اعمل اللي انت عملته. في were you I would، قاعده من قواعد اف، اطبعها في دماغك. في were you I would بلا 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 بلا. قول اللي انت عايزه. يلا بينا نخش على الافلام. يلا. If I were you, I'd use the time. If I were you, I'd use the time. If I were you, I'd concentrate on your train. If I were you, I'd concentrate on your train. If I were you, I'd concentrate on your train. I wouldn't jump if I were you. I
wouldn't jump if I were you. I wouldn't jump if I were you. If I were you, I'd run. If I were you, I'd run. معلش يا شباب انا طولت عليكم بس دي اخر واحده، وان شاء الله بعد الحلقه دي فعلا انت مش هتحتاج غير انك تتفرج عليها مرتين ثلاثه والموضوع منتهي في قاعده وود للابد ان شاء الله لما تتكلم كمان مع اجانب. المهم لو انت معاك $1,000,000 تفتكر هتعمل بيهم ايه؟ لو انا بجد لو معايا $1,000,000 مش هسيب دوله في العالم غير لما اروح اكل فيها. انا بحب الاكل جدا، مش هسيب دوله في العالم غير لما اروح واتجرب اشهر الاكلات والاطباق الموجوده فيها هناك. التمني If I had $1,000,000 I would travel around the world. لو انا معايا $1,000,000 هسافر في جميع انحاء العالم، هلف العالم. ده اللي انا فعلا امنيتي. بمناسبه ان احنا بنتكلم في موضوع بجد عايزكم تكتبوا لي بس بالانجليزي، ما حدش يكتب لي بالعربي. زي ما انا قلت لك كده مثال نفس كده الطريقه واكتبها بالانجليزي. انا عارف ان طالما الناس عرفت انها بالانجليزي معظمهم مش هيكتبوا، بس حاول علشان نتعلم من بعض، علشان نصلح على بعض بدل ما نغلط قدام حد اجنبي وهم اللي يصلحوا علينا. يلا بينا اكتب لي بقى بجد لو انت معاك $1,000,000 هتعمل بيهم ايه ونفسك تعمل بيهم ايه بالانجليزي. يلا بينا. If I had a life, I'd hate it. If I had a life, I'd hate it. If I had a life, I'd hate it. If I had wings, I'd fly to the stars. If I had wings, I'd fly to the stars. Had a credit card, I'd shop online. Had a credit card, I'd shop online. Had a credit card, I'd shop online. جينا لنهايه الحلقه. حاولت على قد ما اقدر ابسط لكم قاعده وود لانها تافهه جدا صح، مش محتاجه. فبص انا عملت اللي عليا، بقى اللي عليكم ان انتوا لو اي حد عنده اخ قريب بعيد، اي حد في ثانويه عامه مثلا بالذات او لسه بيدرس، المفروض انك تشير له الحلقه دي، لان اسئله الاختيارات على الموضوع ده كتير جدا في الامتحانات وموضوع اتفه مما يكون صح. وانت كمان ان شاء الله لما تتكلم مع اجانب هتلاقي الموضوع مش محتاج. يا جماعه ما تنسوش بقى تكتبوا رايكم تحت في التعليقات، ايه رايكم في الحلقه وعايزين الحلقه الجايه كمان تكون عن ايه، عايزينها قاعده ولا اكتبوا لي. وما تنسوش تتفرجوا على حاجه من الحلقات اللي ظهرت قدامكم دي. انا ماسك ايه؟ انا ماسك سرته، اول مره اشوف له سره. مالي يا زيجة عندك سره؟ تمام يا شباب، نشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده. السلام عليكم، يا رب تكون خفيفه عليكم، بحبكم في الله. السلام عليكم.